اول فكره النهارده، لو كنت بتاكلي بره ولا حاجه لحمه او فراخ وفي زفاره في ايدك، طبعا لو غسلناه بالمناديل بيبقى فيه نسبه. خلي في شنطتك معلقه استانلس، وحاولي تدعكي بيها ايدك. كل ريحه الزفاره بتروح في على طول في ثانيه. حتى في صابون نفس الفكره كده بتباع في الصيدليات، بتحطيه في شنطتك وتمسحي ايدك على طول. حلوه جدا. دي بقى ايه، كبشه بايظه عندي فايه بوريكم عليها. حلوه جدا، لو عجبك حطي لايك. الفكره التانية، طبعا الاكياس بتبقى ملو البيوت. قلت لكم على فكره، في فكره تانية حلوه جدا. طبعا احنا بيتبقى معانا اكياس شنط السوق او اكياس اللي هي التخزين، فاول ما بناخد كيس ولا حاجه بيتنكوش على طول، بيتنعكش منا. هقولك على فكرة، بصي هاتي اي صندوق، ده مش لازم يعني صندوق، يعني اي صندوق. انا بمثلك في صندوق كبير شوية. لو عندك بتاع مناديل ينفع برضو. هاتي ازازة، اي ازازة، بس يا ريت تمليها. لو ما مليتهاش عشان لو وقعت هتبهدلي الدنيا، عشان تبقى سهلة جدا وانتي بتستعملي الاكياس. هتحطيها بالمنظر ده، وتحطي كده كيس وتعبي كده بالمنظر ده. حلوة جدا يا جماعة، وسهلة وحل سحري فعلا للم الاكياس. هتحطي واحدة واحدة كده لغاية ما تخلصي الاكياس اللي عندك بالمنظر ده. وتجيبي بقى كرتونة مناديل، كرتونة اي كرتونة عندك. انا كان عندي كرتونة كده في البيت بس كبيرة شوية، ممكن لو عندك كمية مثلا ربع كيلو اكياس ولا حاجة هتكفيها. وممكن لو انت مش عاجبك الالوان دي ممكن تحطي عليها ستيكر وتبقى دايما شايلاها للاكياس. هتشيلها بالمنظر ده، وناخدها بالراحة خالص وندوس عليها كده. يعني ايه، نخليها مبططة. نخلي وشها للفتحة اللي هنطلع منها الاكياس وظهرها. اي بصي، هتخلي وشها لتحت والفتحة بتاع الكيس لفوق. بصي بقى، ممكن تقفلي من الكرتونة بلزق بشمع بأي حاجة. بصي انا بقولك ايه، هنقلبها كده، نخلي الفتحة لفوق. اهي دي الفتحة لفوق والحتة المقفولة لتحت. هتبتدي كده تحطيها بالراحة. ولو عندك قلنا لزق الزقيها، ما عندكيش بصي الفكرة دي حلوة جدا. الكرتونة بتتقفل من غير اي حاجة. هتبتدي كده تحطي واحدة عكس التانية، واحدة عكس التانية، هتتقفل معاكي. لو مش هتعرفي الوصف بتاعي يعني، شوفي الصورة حتة حتة تفهمي انت انا قصدي ايه. حلوة جدا يا جماعة، بتلملك بالذات لو كرتونة في الحجم ده بتلملك كمية اكياس رهيبة، وبتظبط لك الدنيا وما تخسريش يعني فلوسك. حلوة جدا وموفرة. توفر لك حق الاكياس اللي هتتنكوش وتتنعكش وايه وتبقى حلوة جدا، بدل ما كل شوية تتبهدل منك وترميها. هتفتحي كده من فوق فتح حسب ما انت عايزة، بقطر، بمقص. انا بوريكم بس الفكرة. عايزة تعمليها بمنظر مدور بتاع، هي فتحة كده بسيطة كده عشان تطلع كيس واحد، مش هتطلع لك اكتر من كيس. بصوا يا جماعة، حلوة جدا، واحدة بس طلع كيس واحد بواحد. انت بقى حطي بقى ربع كيلو كيس، نص كيلو كيس، هينفعك جدا وحلو وموفر وحاجة يعني ايه، حاجة بسيطة. انت بقى عايزة تظبطي، حطي قماشة حلوة عليها، ستيكر حلو عليها، واكسسوري حلو يعني. لو عجبتك الفكرة حطي لايك. الفكرة التانية، لو ساعات بنعمل مثلا خضار سوتيه حاجة على البخار كده، اقولك على فكرة وما عندكيش الحلة بتاع البخار، بصي هتجيبي كده معالق، هتقلبيها على وشها، تحطي 3 معالق كده عكس عكاز. وتجيبي بقى حله صغيره. انا كان الحله اللي عندي مش قد كده، كنت مستعمله الحله الصغيره في التلاجة. فهتحطي بقى ايه، انا همثلك في طبق. بصي هتحطي كوبايه الميه وتحطي 3 معالق زي ما انا حطاهم كده. وبعدين تبتدي تجيبي بقى، انا جبت طبق واوريكم بقى، حطي بقى على ايه، عليه اي خضار سوتيه عايزه تسويه على البخار. الفكره دي حلوه جدا وبتنجز معاكي، وكمان تبقى ايه، بعد ما تعمليها تحتفظي بالبخار. غطي الحله معاها جواها الطبق. حلوه جدا. لو عجبتك الفكره يا ريت تحط لايك. لو ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد. الفكره الحلوه بقى، الفكره البطله بتاعتنا النهارده هقولها لك. دي برضو اكياس، برضو دي بقى احنا عملنا اكياس التخزين اللي هي الاكياس التلاجة، دي اكياس السوق. احنا معظمنا
بنرميها في الباسكت لان بتبقى متبهدله. هتنفعك صدقيني في الاكياس الزباله. لو عندك باسكت كده جنبك وانت بتطبخي بتقشري بطاطس مش عارفه ايه، بدل ما تبهدلي الدنيا صدقيني دي بتنفعك جدا. ده كان الرول بتاع ورق الفويل. بصي اسهل حاجه لو ما عندكيش كرتونه، بصي حطيه كده كل كيس يتبقى منك حطيه بالمنظر ده، هيسحب ويبقى سهل جدا. بصي انا بوريكي كده يعني شوفي متبهدل، بس هتحاولي برضو تظبطيه على كيس على كيس الزباله، وهيبقى حلو جدا وهيلملك اي كميه. وانت خارجه كده تاخديها في ايدك وترميه، بدل طبعا كل اكياس الزباله دلوقتي عشان تجيبي ربع ولا تمني حتى كيس الزباله بقى مكلف جدا. بصوا من هنا لو اتملت تلفي بقى من الناحيه التانيه وتحطي. عايزه بقى اي كيس، عايزه كيس كيسين 3 يبقى دي محطوطه. والرول ده يتحط في اي حته، مش هيعمل لك اي منظر مش كويس، لان الاكياس في حد نفسها في ذات نفسها لما تتحط بيبقى شكلها اكنها زباله، لكن لما تظبطيها باي فكره من الافكار هتبقى حلوه جدا. يلا لو عجبتك الفكره يا ريت تحطي اللايك. الفكره بقى بتاعتنا انا بوريكم بقى التانية. بصي بقى انت مش عايزه تحشريها الحشره دي، هقولك ازاي. لو عايزه تفردي، لو منعكشه كتير افرديها كده حتى بالرول. انا فردتها بالرول لو حلوه متساويه معاكي. بصي بقى عايزه تظبطيها ما تنعكشهاش، هقولك تفرديها كده بالمنظر المستطيل ده، وتبتدي بقى تعمليها زي الجراب. بصي عارفه السمبوسه بالظبط كده، هتيجي كده من الجنب تعملي لي مثلث في مثلث في مثلث ورا بعض كده. بصوا يا جماعه، وتسويها بايدك، مع ان هي ما كانتش مساعداني عشان البلاستيك بتاعها ضعيف، فتتحاولي كده تظبطي. وممكن هقولك على فكره تانية بقى انزلها لك عشان تظبطيها وتبقى مفروده جدا. هنزلها لك ان شاء الله قريب. بصوا يا جماعه زي الجراب، سهله جدا. تعملي بقى ايه كيس كيسين كل ما تيجي اعمليهم، سهله جدا وتبقى مفروده. بس دي مش هتنطبق على اكياس الزباله، هتنطبق على اكياس حلوه كده. اكياس كانت هدايا، اكياس بتاعت هدوم ملابس، بتبقى شيك وحلوه، فلازم تحافظي عليها. فانا ما كانش عندي حطيتها لك على الاكياس دي. انا بقول لك كده تفرديها رول كده، تبتدي تفرديها كده تتفرد معاكي. لو منكوشه خالص عادي جدا. اقول لك الطريقه كمان، شوفي عملتها لك مره كمان سهله جدا. طبقي كده على بعض لغايه ما الحجم اللي انت عايزاه. عايزه حجاب كبير حجاب صغير، انا لاقيه ان ده مناسب. ما تعملوش صغير قوي عشان ما يفلتش منك. حتى الاكياس الحلوه اللي بتبقى بتاع ملابس او بتاعت هدايا او بتاعت محلات يعني حلوه كده، بتبقى البلاستيك بتاعها بيبقى تخين، فحاولي تعمليها عريضه شويه عشان ما تفكش منك. بصي وتروحي دخلها كده في قلب الحجاب، تبقى حلوه جدا. لو عجبتك الفكره حطي لايك. حطيهم بقى في علبه عندك، في اي حاجه عندك كده، واركنيهم على جنب، او حطيهم تحت الحوض عادي كده في منظم، ويبقى حلو جدا. بصوا الفكره بقى دي الفكره البطله بتاعتنا. بصي حطي بقى البالونه في الحوض، عمر ما هيسلك، ما هيسد ابدا. عمرك ما يعني ما تيجي في مره تسلكيه. حلو جدا يا جماعه، وبينقي الحوض من اقل شوائب. بصوا انا جبت انبوبه اللي اسمها ايه دي، جبت بالونه وفتحتها بقى مش من فوق، فتحتها من تحت حته كده بسيطه بس عشان يخش منها الصفايه بتاعه الحوض. بصوا بالمنظر ده، فتحتها كده يكون فاتحه يعني حاجه بسيطه، مش جزء بسيط من تحت. هدخلها كده بيبقى فيه عمود في النص، هدخلها فيه بالراحه كده عشان متتقطعش منك، بالراحه جدا. الفكره دي حلوه جدا، هتقلل يمكن هينعدم انسداد الحوض بتاع المواعين اللي مليان. مهما نحط له صفايات لازم يسترسب اقل ذرات الاكل او اي حاجه، سلك دايب بتاع دي مش هتخلي لك اي حاجه. بصوا الميه بتنزل بالراحه، بس اي حاجه بتخليها ايه على الوش. انا هوريكم الفكره عملي. بصوا
هي هتنزل ميه بس هتخلي بقايا الاكل او بقايا اي شيء نزل في الحوض، صابون، صابون وسلك، تكتلات، دهون، هتلاقي على الوش سهل جدا ان انت تشيلي البالونه دي وتنضفيها وتغسليها بره وترجعي تحطي لها واحده جديده، او تغسليها هي وتحطيها عادي جدا. بصوا يا جماعه، بصوا يعني انا حاطه الصفايه، بصوا بخش من قلب الصفايه، بص حاجات غريبه يعني، هتلاقي فتافيت، بصي يعني شوفي سلك متحجر. مهما نحط الصفايات بنحتاج برضو ان احنا نسلك الحوض، او بيسد يعني. الفكره دي حلوه جدا صدقيني والله، هتدعي لي عليها. هتحطيها كده بالمنظر ده بوز البالونه من تحت، هتدخليه بالراحه وشوفي بقى حلوه جدا. حتى لو عايزه تسدي الحوض هترفعيها شويه، ترفعيه شويه. لو عايزه تملي الحوض هيتملي، مش هينزل لك ميه خالص. هتزقي الصفايه لتحت، مش هتخلي لك ولا اي قشايه تخش جوه الحوض، تسدي لك الحوض. بصوا بقى انا اوديكم الفكره عمليه. ده كان شويه بلاستيك كده قصاه وشويه حاجات. شوفي البلاستيك اللي بيسترسب في اي حاجه، بصوا انا قاعده اهو، بصي بيتزنق فيها ليه بقى؟ لانها بتعمل سمك طبقه سميكه، بتحاول ايه تشيل كل حاجه، كل حاجه بصي بتصفيها. حلوه جدا الفكره دي. لو عجبتك الفكره يا ريت تحطي لي لايك وتشتركي لو ما كنتيش مشتركه في القناه. انا هوريكم كده، بصوا حلوه جدا يا جماعه، وعينك عليها يعني. اي حاجه وانت بتغسلها هتلاقي قدامك، هتشيليها وتحطيها في باسكت جنبك. بصوا اهي، بصي دي اهي هتبقى قدامك على طول، بدل ما تخش جوه الصفايه وجوه الايه المسافات اللي في الصفايه. بدل ما نعمل بقى خلطات ومش خلطات، والحاجه دي حلوه جدا. ممكن تعمليها كمان، هعملها لكم مره على الصفايه بتاعه الحمام، الصفايه بتاع الحمام. الفكره التانية حلوه جدا، بدل ما هنقطع من تحت هنقطع بقى المره دي، هنقطع من لا ديت المره دي بقى ايه، هعملك فكره حلوه جدا. كلنا لما بنستعمل الحنفيه بتاعه الحوض بتبقى مليانه، بعد فتره يعني بيتجمع عليها صدى وحاجات كده يعني ايه مش كويسه، نتيجه بقى لايه للكلور للشوائب، بالذات لو مش حاطه فلتر. هقولك على حاجه، ده عادي البيكنج باودر او بيكربونات الصوديوم، حطيت كميه كده، كان نص كيس حطيته. طبعا انا بقى حد يساعدني، لان ايه هي عايزه بس برضو هيغلب. كنا بقى بسرعه كده نعملها. هتحطي بقى عليها خل كده يا جماعه، يحصل فوران على طول، تاخديه على بوز الحنفيه. بصوا الفوران. طبعا انت لما تيجي تفتحي الحنفيه ساعات بتلاقيها ايه الميه ضعيفه. بصوا الفوران ده، انا عايزه بقى الفوران ده يبقى يخش جوه الصدى اللي جوه الحنفيه من جوه، بيبقى فيه تجمع بقى شوائب وصدى وكلور بيترسب على الحنفيه من جوه، فبتحسي ان الحنفيه مهما تفتحيها ضعيفه. بصوا بصي، هتحاولي انت كده تدخلي الايه الخل مع البيكنج باودر. بصوا تعمل بقى ايه، تتفاعل معاه وتنزل لك كل الشوائب اللي فيها. طبعا انا بعمل الطريقه دي على طول، فمش هيبقى عندي يعني، كانت مسدوده مره وعملتها كذا مره، فخلالي نسبه الميه عاليه، يعني الميه شدتها اعلى من الاول. حلوه جربيها وهتعجبك جدا. كده بقى ابتدي انزلها. بصوا بحس الفوران كله خلص اهو. افتحها بقى. بصوا يا جماعه الميه شديده ما شاء الله، جميله احسن من الاول، مع ان انا كنت بعمل لها على طول، بس والله جديده وحلوه وجميله. يلا لو عجبتك الفكره يا ريت تحطي لي لايك. طبعا انا مش هرمي الانبوبه، اقول لك على فكره حلوه جدا. انا كده هفضي كميه الخل ده.
عشان احطه في الحوض. انا هزود عليه واحطه في الحوض يعني كوقايه. كده بصي هفتح من تحت فتحه صغيره جدا من تحت. عشان ينزل منها ايوه بالمنظر ده. بصوا يا جماعه، لو اللي عندك الحنفيه بتاعتك ما بتتحركش يمين شمال، عايزه تغسلي حاجه، عايزه تشطفي حاجه، تشطفي الحوض كله، دي سهله جدا. بصي تقدري تجيبي كل حاجه تغسلي اللي مصبينها الحوض، وبدل ما تقعدي تاخدي بايدك وترششي يمين شمال. دي فكره حلوه جدا ان انت شوفي تجيبيها يمين شمال بدل ما ايه يغلبك تروح في اي حته انت عايزاها. حلوه جدا الفكره. لو عجبتك برضو حطي لي لايك ما تبخليش، ويا ريت ترفعوا الفيديو عشان الكل يستفيد. الفيديو خلص. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.